هاي، عاملين ايه؟ اهلا بيكم في اول حلقه من جلوينج اب. انا حبيبه ندى. النهارده هنتكلم عن موضوع مهم قوي، هو السعاده. ليه بنحس اوقات كتير اننا بندور على السعاده ومش لاقيينها، مع ان ممكن يكون عندنا حاجات ناس تانية بجد بتحلم بيها. الحقيقه الموضوع مش بالبساطه اللي احنا فاكرينها. النهارده هنتكلم مع بعض عن ايه هي السعاده فعلا، وايه الحاجات اللي بتمنعنا نوصل لها، وازاي نقدر نصنع السعاده دي ونحققها كل يوم. اول حاجه خليني اقول لكم ان في فرق كبير قوي مش كل الناس فاهمينه بين السعاده وبين الفرح ده احساس بيجي فجأة لما يحصل موقف حلو، زي مثلا نجحت، حد جاب لك هديه حلوه، قابلت حد بتحبه كده، يعني فاهمين؟ بتحس ساعتها بطاقه وحماس. الاحساس ده برضو يعني احساس كويس، وبتحس بطاقه وحماس كده، بس الاحساس ده بيعدي بسرعه. انما السعاده حاجه اعمق واطول. مش لازم كل يوم يحصل حاجه كبيره عشان تحس فيها بالاحساس ده او بالحماس ده. هي حاجه اعمق بكتير، هي حاله من الرضا كده جوانا، حتى لو الحياه مش بيرفكت خالص. ببساطه اللي عايزه اوصله بصراحه ان الفرح ده لحظه، بس السعاده دي ايه؟ اختيار واسلوب حياه. ودي اهم حاجه بصراحه، ان السعاده اسلوب حياه، وشايفه دي حاجه مهمه. ناس كتير للاسف، وانا كنت منهم، بتفكر ان السعاده متوقفه على حاجات معينه دايما، وان لازم يحصل حاجه، مستنيه حاجه تحصل عشان ابقى سعيده. ده اللي هو إيه؟ ازاي يعني لو حصل لي كذا هبقى سعيد، والحياه تفضل بامبي بقى والجو ده، ولو دخلت مثلا كليه كذا، لو جالي فلوس كذا، لو نجاح. فاهمين قصدي؟ بس ده غلط تماما. مفيش حاجه اسمها كده اصلا. كل ده بس بيأثر على سعادتك اللحظيه. دلوقتي عرفنا مفهوم السعاده الحقيقيه، وانها اختيارنا في الاصل وكل ده. طب ايه الحاجات اللي مخلينا مش عارفين نختارها؟ طيب مش عارفين نبقى سعداء؟ كلنا عارفين ايه الفرحه والسعاده، وايه اللي مخلينا بقى مش عارفين؟ هما كام حاجه بصراحه، مش حاجه واحده. اولهم واصعبهم هي المقارنه يا جماعه، بجد شيء كارثي. هعمل عنه فيديو تاني علشان ده ما يطولش، بس المقارنه بجد صعبه، وهي من اكتر الحاجات اللي بتخلي الواحد دايما مش سعيد. وتاني حاجه التركيز على الحاجات اللي ناقصه، وبدل ما نشوف النعم اللي عندنا بنركز بس على النواقص اللي في حياتنا. تالت حاجه اننا عايشين في الماضي، قاعدين نبكي بقى على الاطلال بقى والاخطاء الماضي، وازاي كنا عملنا كده. وحتى لو ما فيش اخطاء بقى نبكي على ان احنا ازاي اتظلمنا في الحته دي، ازاي بجد عايشين في الماضي بس. او بقى النوع التاني ان احنا قاعدين بس قلقانين، بفكر في المستقبل، بفكر في اللي جاي. اصلا احنا مش ضامنين ان احنا نبقى موجودين فيه. المستقبل موجود يا جماعه، بس احنا مش ضامنين ده احنا هنبقى موجودين فيه ولا لا. بجد انا كنت كده، يعني حتى اللحظه مش هتعرف تعيشها. طب هنقعد طول عمرنا بنجري وبنفكر بس في المستقبل، لدرجه ان احنا في الاخر هنكتشف ان احنا نسينا نعيش اصلا الحاضر اللي احنا كنا فيه. كده خلصنا المعوقات والكلام اللي هو ايه اللي بيمنع عننا السعاده، كده. ايه بقى اللي بيوصلنا لسعاده حقيقيه؟ السعاده الحقيقيه دي بتيجي منين؟ اول واهم حاجه بجد يا جماعه، دايرتكم والناس اللي حواليكم تبقى ناس دايما بوزيتيف كده وداعمين ليكوا، وبجد ما بيحبطوكوش في اي حاجه ولا بيقللوا منكم. وبجد لو حواليكوا ناس من دي، انا شايفه انكم لازم تقطعوا علاقتكم بيهم. صراحه انا شايفه كده. ما بحبش قطع علاقات خالص، بس انا شايفه ده مهم. ولو مش عارفه تقطعوا علاقتكم بيهم، ما تتكلموش معاهم كتير. ابسط حاجه يعني، لو ناس مثلا من عيلتكم او قرايبكم، ما تتكلموش معاهم كتير. ما تعملوش صداقات ابدا مع ناس سلبيه. لو الناس دول اصلا ممكن يبقى في ناس فينا عندهم ناس محبطه في البيت، سواء بقى الاهل او الاخوات ايا كان. بجد دول طبعا مفيش قطع علاقات ولا في كده، بس ما تتكلموش يا جماعه في حاجه ديب قوي معاهم. ما تدخلوش في مواضيع جوه قوي. خلوه دايما نقاش سطحي وبسيط، ما يوصلكوش الحته دي. في ناس هتقول الكلام بيأثرش. لا، الكلام بيأثر حتى لو بنسبه بسيطه. تاني حاجه بقى مساعده الناس. حاسه ان احنا ناس كويسه، حاسه بالرضا عن نفسنا، حاسه بالرضا عن نفسنا وان احنا كويسين. بتحس بالراحه النفسيه والرضا، وده في الاخر بيجيب سعاده طبعا. يعني والله اقل حاجه مثلا لما تساعد حد صاحبك مش فاهم حاجه في الجامعه بس، او في المدرسه او وات ايفر. يعني تالت حاجه هي تطوير نفسك في اي حاجه، مثلا حتى لو حاجه صغيره. مش لازم حاجه يا جماعه واو خالص. هي ممكن تبقى مثلا مشكله في شخصيتك شايفها حاجه، او اي حاجه طور فيها، تحس انك كويس، تحس انك عايش لهدف، تحس انك بتعمل حاجه. في بقى كام خطوه كده ممكن تعملوهم، بجد هيفرقوا معاكم قوي. احنا خلصنا الحاجات اللي ممكن تجيبها، بس دلوقتي خطوات عمليه ممكن نعملها هتجيب معاكم قوي. انا بصراحه كنت بعمل منهم حاجات بجد، والله فرقت معايا جدا جدا عن تجربه بجد. اول حاجه ممكن تكتبوا مثلا كل يوم 3 حاجات انتوا مبسوطين ان هي موجوده في حياتكم، انتوا ممتنين لده. يعني كل حد فينا عنده حاجه مبسوط بيها. يعني ما تحسوش ان انتوا عبط خالص، عادي. يعني ما تكتبوا بيطلع والله افكار حلوه، وبيطلع طاقه. تكتبوا مفيش مشكله. ولو هتحسوا بالكسل ومش حابين تعملوا ده، ابسط حاجه وانتوا نايمين على السرير بالليل قبل ما تناموا، ممكن اللي هو افتكروا بس 3 حاجات انتوا مبسوطين بيهم في حياتك. 3
حاجات ممتنين ليهم واحمدوا ربنا عليهم، اللي هو الحمد لله يا رب انا عندي كذا عندي كذا، فاهمين؟ بس الحاجه التانية اتكلموا مع ناس بتحبوهم، ناس بجد انتوا بتحسوا بالراحه وانتوا بتتكلموا معاهم، حد من صحابكم بقى، قرايبكم، اهلكم، ايا كان. برضو ممكن لو عندكم هوايه تعملوها حتى لو نص ساعه، نص ساعه في اليوم بتفرح قوي، بتحسس الواحد ان هو لسه مهتم بنفسه وعارفين بذاته الصغيره كده، فتحسوا بجد هتتبسطوا قوي. جربوا ايا كان بقى، رسم، تلوين، ايا كان، كل واحد له حاجه بيحب يعملها اكيد. كده انا قلت 3 حاجات من الخطوات اللي احنا ممكن نعملها اللي تساعدنا لده. خلينا نقول رابع حاجه، وهي ان احنا نبص دايما لكل مشكله بشكل ايجابي، من الاخر بطريقه كرنج جدا. بص لنص الكوبايه المليان، بجد الكلمه دي مش كرنج خالص وحقيقيه، انا اؤمن جدا بيها بصراحه. نحاولوا كده كذا مره في عز المشكله، انتوا في مشكله قوي، تقولوا انه اكيد ده خير، عارفين لعله خير فعلا، اللي هو كل حاجه نقول فيها لعله، كل حاجه تقابلكم تقولوا مش يمكن كذا حصل علشان ده عشان كذا. مثلا لو كنت سافرت السفريه دي كان ممكن حاجه تحصل لي، لو كنت خرجت الخروجه دي اكيد ما كنتش هتبسط، لو دخلت الكليه دي اكيد ما كنتش هنجح. في عز المشكله مش بعد ما تكون اتحلت. بجد الموضوع ده بيهدي الدنيا بشكل فظيع، ومع الوقت هتلاقوا فعلا ده بقى طريقه تفكيركم، مش محتاجين تبذلوا مجهود في ده، تلاقوا دماغكم على طول بتروح للناحيه دي. اكيد ده كان خير. في حاجات اكيد بعدها هتعرفوا حكمتها بعدين، وتفرحوا وتحمدوا ربنا ان انتوا فعلا ده ما حصلش يعني، هتعرفوا الحكمه دي. وفي حاجات لا، بس اكيد صدقوني رد فعلكم على المشكله بيأثر تماما على شخصيتنا وعلى طريقه اصلا تفكيرنا وعلى طريقه حلنا المشاكل. حتى انا سمعت مره جمله حد قالها عجبتني قوي، كان بيقول انك مش دايما تقدر تتحكم في اللي بيحصل حواليك، بس دايما تقدر تتحكم في رد فعلك عليه. بجد يعني هو ده فعلا اللي بيحصل. ممكن يحصل لك مشاكل الدنيا وبتاع، بس رد فعلك عليه اللي هيخليها هتقع عليك ازاي المشكله دي. خامس حاجه بقى ودي هي الاخيره، وهي انكم تقعدوا تتاملوا. مش لازم تقعدوا بقى وبحر وسما ومفيش، لا خالص والله، ممكن تتاملوا في سقف الاوضه بتاعكم عادي، اللي هو تقعدوا فعلا تسيبوا موبايل، تفكروا بعمق اكتر، فاهمين قصدي؟ اللي هو تقعدوا تفكروا يعني يا رب انا كنت وحشه في كذا وعملت كذا واذنبت ودايما بعمل غلطات ودايما بظلم، ومع ذلك ربنا بيسترها معايا. تفتكروا بجد اصعب الاوقات اللي كانت بتمر عليكم ازاي عدت، وان هي ازاي كانت فتره وحشه قوي وصعبه قوي، وازاي ربنا كرمكم بعدها، وازاي عدت وبقت حلوه، يعني الدنيا بقت احلى بكتير. انا شخصيا بعمل كده والله العظيم، بجد بتحسوا بامتنان رهيب وبتحمدوا ربنا قوي قوي، تقعدوا تحمدوا ربنا على اللي حصل لكم، تحسوا انه قد ايه انا ربنا كرمني، قد ايه انا محظوظ كده يعني، وتفتكروا كل حاجه معاكم والله، حتى كل نعمه في ايديكم، اللي هو يا الحمد لله يا رب، هو انا ازاي انا كان نفسي في كذا واديتهولي، انا كنت عايزه كذا واديتهولي. ونفتكر ان الدنيا دي دار بلاء ودار كبد، وان احنا كلنا لازم يبقى عندنا مشاكل، لازم، ولو فضلنا مستنيين الحياه البرفكت تيجي عمرها ما هتيجي، وهننسى نعيش اصلا. وبس كده، دي كانت اول حلقه من حلقات جلوينج اب، ويا رب يا رب يا رب تكونوا استفدتوا حاجه، حتى لو حاجه بسيطه. لو في حاجه حابين نتكلم عنها اكتبولي، ولو حد عنده اي اضافه على اللي انا قلته يقدر يقول برضو، خلينا نستفيد من بعض. وبس كده، سلام.